النهارده هنعمل مع بعض وصفة بقى من أجمل الوصفات اللي أنا شخصيًا بافضّلها في السحور، بتدّيني كده طاقة وpower طول اليوم، باحس إن أنا فعلًا يعني واخدة حاجة كده تخلّيني ما اهبطش، مليانة فوايد وتفاصيلها مش كتير ومكوناتها كمان مش كتير، يالّا بينا نبتدي على طول. أنا كده جِبت طاسة سخنتها على النار، حطيت عليها كوباية من السمسم، طبعًا معروف إن السمسم فوايده حلوة جدًا ومليان كالسيوم يمكن كمان أكتر من اللبن، في دراسات بتثبت ده. وكمان بيدّي power حلو أوي، أوي، وهنحط عليه كده نُص كوباية من العسل الأسمر، معروف إن العسل الأسمر لمرضى الأنيميا والناس اللي عندها نقص حديد والناس اللي ما عندهاش طاقة والناس اللي بتدوخ بسرعة وبتهبط بسرعة معروف طبعًا العسل الأسمر. دمجت بقى العسل الأسمر كده مع السمسم على النار كده على نار هادية جدًا لحد بس ما يتجانسوا مع بعض، وبعد كده بقى نزلت بمعلقة من السمنة البلدي ماشي، سيّحتها كده كويس ونزلت عليها بحوالي 300 جرام من التمر. التمر دوّة عبارة عن تمر عجوة عادي جدًا جايباه من عند العطار، شِلت منه النَقَ بتاعه والحتت الصغيّرة اللي إيه، اللي بتبقى تحت دي. وبعد كده بقى سيّحت التمر كده في قلب السمنة برضه على نار هادية، لحد ما أحس كده إن هو إيه، آمم بينزّل العسل بتاعه كده وسايح، يعني زي ما هتشوفوه معايا كده اندمج مع بعضه. ممكن تستبدلي العجوة دي بالعجوة اللي هي بتيجي عجينة كده على بعضها، هتقطعيها قطع صغيرة برضه وتنزلي فيها بالسمنة البلدي لحد ما توصل معاكي بالشكل اللي احنا ايه شايفينه ده. بصي كده شكله كده، تقعدي بقى تهرسي فيه كده بالمعلقة عشان يندمج معانا مع بقية الايه المكونات التانية اللي هي السمسم والعسل الأسمر. مفيش أكتر من كده، ولا في أحلى ولا أشفى من كده. التمر اللي وصّانا بيه سيدنا رسول الله طبعًا في الصيام، بيدّي بقى فوايد وطاقة ويعادل المعادن اللي في الجسم، وكمان السمسم والعسل الأسمر، بتجيبي كل دوّة كده تدمجيه مع بعضه تاني على الطاسة بالشكل اللي أنتِ شايفاه دوّة لحد ما كل حاجة بس تخش في بعضها، ولا هندخّل فرن ولا محتاجين أي حاجة ولا محتاجين قالب نشكِّل فيه. زي ما أنتِ شايفة كده بأبسط طريقة، جِبت كيس تلاجة عادي جدًا وابتديت إن أنا ألِف رول كده، والرول دوّة بدأت إن أنا أحط عليه برضه سمسم من برّه كده علشان خاطر لمّا أقطّع بعد كده الرول دوّة، القطع اللي أنا هاعملها ما تلزقش في الطبق، وفي نفس الوقت ما تلزقش في الكيس برضه بتاع التلاجة. حطيت كل دوّة طبعًا كده في التلاجة، المفروض كنت أحطه ساعتين 3 كمان، بس أنا علشان أقطّعه بسرعة كده قدّامكم، باوريكم بس الطريقة مش أكتر. فتحسي إن هو سايح شوية، ممكن تستغني عن الخطوة ديّة خالص وتشكّليه كده زي ما هتشوفي دلوقتي، بس أنا قُلت يعني أدّيكم الشكل دوّة والشكل دوّة بحيث إن الدنيا تبقى معاكم يعني في أكتر من تشكيلة. ممكن بقى تعمليه كده كِوَر زي ما أنتِ شايفة، كِوَر كده عادية جدًا، وممكن تغطّسي الكِوَر ديّة في قلب السمسم، وممكن كمان تحطّي قطعة سوداني جوّه الكورة دي، وبس كده، بس تحطيه في التلاجة وبيتحفظ كمان في التلاجة، يعني تطلعيه تاكلي منه ترجعيه تاني التلاجة عشان العسل الأسمر لما يفك وكده ما ايه ما تحسيش ان هي لزقت معاكي. وبس كده بألف هنا وشفا، جربيها. هي تنفع لرمضان ولغير رمضان ولانش بوكس، وتاخدي منها قطعة الصبح كده تديكي طاقة. وكل سنة وانتوا طيبين، ما تنسيش اللايك، ما تبخلش عليا في شهر